عدد من نواب البرلمان، أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي جاسم الخرافي أنه سيجري إدراج طلب استجواب رئيس الوزراء على الجلسة 28 من الشهر الجاري، ويتزامن ذلك مع سعي الحكومة الكويتية لتغليظ العقوبات على وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، فيما وصفه البعض بتراجع الحرية في الكويت ودخول البلاد في نفق مظلم من الأزمات. نناقش هذا الموضوع مع ضيفنا الدكتور أحمد الذايدي الأكاديمي والمحلل السياسي الكويتي، ضيفنا من مواليد عام 1970. هو أستاذ الإعلام والثقافة الإسلامية بجامعة الكويت منذ عام 2003، حاصل على شهادة الدكتوراه في الإعلام من جامعة ساسكس البريطانية عام 2003. هو أحد أبرز القيادات الطلابية الكويتية ما بين عام 94 و2000، عضو جمعية الاتصال الأمريكية منذ عام 97، ضيفنا عضو جمعية العلاقات الأمريكية الإسلامية منذ عام 1996. يمكنكم مشاهدينا الكرام التواصل معنا عبر رقم الهاتف الذي سيظهر على الشاشة، وعبر الرسائل النصية القصيرة، وعبر صفحتنا على الفيسبوك www.facebook.com/الجزيرة مباشر. فأهلا بكم معنا في هذه الحلقة، وأجدد الترحيب بضيفي الدكتور أحمد الذايدي الأكاديمي والمحلل السياسي الكويتي. دكتور أحمد، لكونك أكاديميا ومحللا سياسيا، نود أن نعرف منك بعمق صورة المشهد السياسي الكويتي اليوم، كيف تصفها لنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أشكر لكم الدعوة الكريمة. في الحقيقة يعني ما يحصل اليوم في الكويت هو أمر خارج عن المألوف، هو حالة استثنائية غير مسبوقة تمر فيها بلدي الكويت التي كانت على مدى سنوات مضرب مثل في الحريات وواحد ديمقراطية على مستوى ليس فقط دول الخليج وإنما أيضا على مستوى الوطن العربي والشرق الأوسط. عدة تقارير تذكر ذلك، تقارير دولية بأنها يعني الأكثر حرية على مستوى الشرق الأوسط. اليوم البلاد تعيش حالة غير مسبوقة، حيث يضيق على الحريات باسم تطبيق القانون، حيث يتم الاعتداء على ممثلي الأمة باسم القانون، وحيث يضرب الأكاديميون لمجرد أنهم يعبرون عن رأيهم أيضا باسم القانون. وهنا أود أن أعلن تضامني مع زميلي الدكتور عبيد الوسمي أستاذ القانون في جامعة الكويت، الذي ضرب وأهدرت كرامته فقط لأن ذكر وجهة نظر قانونية في أحد القوانين وفسرها من وجهة نظره. أنا أعتقد بأن هذا خروج على القانون وشيء غير مسبوق في دولة الكويت. قلت دكتور أحمد الكويت كانت مضرب مثل في الحريات في الخليج والوطن العربي والشرق الأوسط بشهادات دولية كثيرة، ألم تعد كذلك بنظرك؟ وما هي ملامح هذا الخلل الموجود اليوم في الحريات؟ أنا قلق اليوم على حال الحريات في الكويت، يعني أتمنى بأن ما تمر به البلاد هو حالة استثنائية وسحابة صيف وشيء مؤقت، أتمنى ذلك. لكني أيضا بنفس الوقت يعني أنا والكثيرين من أساتذة الجامعة ومن الطبقة السياسية والمؤسسات المجتمع المدني نشعر بقلق عميق بسبب كون ما حدث كان مقدمة لسلسلة من الإجراءات. على سبيل المثال وزارة الإعلام بقرار رسمي طلبت من وسائل الإعلام الكويتية عدم الإشارة إلى الأحداث الأخيرة التي حصلت. وهذا أمر جديد يعني على الساحة. دكتور، أنت تتحدث هنا طبعا عن ما حدث في ندوة صليبخات في 8 ديسمبر الجاري، عندما تعرض عدد من النواب والمواطنين الذين يحضرون تلك الندوة التي نظمتها كتلة إلا الدستور تعرضوا للضرب على يد رجال الشرطة. أنت كنت حاضرا في تلك الندوة، هل يمكن أن تصف لنا كيف بدأت تلك الحادثة؟ يعني بدأت الحادثة في حضور الناس إلى حضور ندوة حالها حال أي ندوة أخرى كانت تعقد في الكويت على مدار سنوات طويلة. ما حصل هو أن الديوان كان يعني لا يستوعب الأعداد الكبيرة التي حضرت،
وطبعا كان هناك تعليمات من سمو الأمير بأن تكون ندوة داخل الديوان وليس في الخارج. بسبب ضيق المكان اضطر يعني الكثير من الناس إلى التجمهر في الخارج. كان صاحب الندوة وهو نائب في البرلمان دكتور جمعان الحربش، طلب منا إزالة المقاعد الخارجية في حديقة الديوان، واستجاب لهذا الطلب يعني تنفيذا لرغبة صاحب السمو، وأزال هذه المقاعد. ولكن يعني هو لا يستطيع أن يحكم الناس في الخارج كما تعلمين. بدأت الندوة وكان يعني هناك الكثير حقيقة من رجال القوات الخاصة متواجدين في الخارج، وكانوا يعني يطلبون من الناس بين فترة وأخرى بأن يعني يتراجعوا